السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا اتأخرنا عليكم كتير قوي وانقطعنا عليكم نتيجة شغل والله. فالنهارده إن شاء الله هنشرح درس الفراغية اللي هو الأولاني في المنهج، اسمه المستقيمات والمستويات في الفراغ. نركز عشان الدرس ده محتاج تركيز شوية، عشان هو فيه جزء نظري فمحتاج تركيز مع بعض كده إن شاء الله. في البداية في شوية تعريفات كده لازم تاخد بالك منها. لازم تعرف حاجة اسمها أولا حاجة اسمها الخط المستقيم، ده الأول. بعديه تعرف حاجة اسمها المستوى. تمام. طبعا انت عارف ان الخط المستقيم عباره عن مجموعه غير منتهيه من النقاط ليس لها بدايه وليس لها نهايه. ده خط مستقيم، لما اجي اكتبه بكتبه ا ب خط مستقيم. كلام جميل. طيب دي بالنسبه لنا اسمها قطعه مستقيمه، يكون لها بدايه ولها نهايه ولها طول. تيجي تكتبها بتكتبها ا ب قطعه مستقيمه. دي بالنسبه لنا مجموعه غير منتهيه من النقاط، لها بدايه وليس لها نهايه، فبنسميه شعاع. فده اسمه شعاع، ده اسمه خط مستقيم، ده قطعة مستقيمة. فالمهم تعريف الخط المستقيم قال لك مجموعة غير منتهية من النقط يتحدد تحديدا تاما إذا علم أي نقطة عليه. يبقى ده خط مستقيم بيكون عليه مجموعة غير منتهية من النقاط. كلام جميل. طيب هنتكلم عن جزئية تانية، حاجة اسمها المستوى. المستوى قال لك مجموعة غير منتهية من النقاط أهي، تمثل سطحا لا حدود له، بحيث ان مستقيم مار باي نقطتين يقع باكمله على هذا السطح. مش عارف حاجه يا مستر. قال لك بص، الشاشه اللي شايفها دي مستوى. ليه؟ لانك لو حطيت القلم ده على الشاشه انطبق على الشاشه، واخد بالك؟ انطبق في جميع جهاته على الشاشه. طيب لو احنا جبنا كره وحطيناها على يبقى القلم ده بالنسبه لي بينطبق على المستوى. لو جبت خط مستقيم ينطبق على المستوى من جميع جهاته، فده بالنسبه لي ده يسمى مستوى. يبقى مجموعه غير منتهيه من النقاط تمثل سطحا لا حدود له، بحيث ان المستقيم المار باي نقطتين عليه يقع باكمله على ذلك السطح. يعني ايه؟ يعني انت جبت عصايه او مسطره حطيتها على السبوره تلاقي انطبقت على السبوره، فده بالنسبه لي مستوى. لو جبت عصايه او قلم حطيته على الحيطه القلم ده انطبق على الحيطه، فده بالنسبه لي مستوى. فانا بحاول اجيب حاجه تكون مستويه مش مجسمه عشان باجي اخليها تنطبق على المستوى نفسه. لو جبت اي مسطره وحطها على الحيطه تنطبق على الحيطه، او على السقف اسف تنطبق على السقف، على الارض تنطبق على الارض. فبالنسبه لي الحيطه تمثل مستوى، السقف يمثل مستوى، الارض يمثل مستوى، السبوره تمثل مستوى، وهكذا. طيب جميل جدا. طيب طرق تعيين المستوى. طرق تعيين المستوى ركز معايا. اول حاجه طرق تعيين المستوى بكام طريقه. رقم واحد، يتحدد مستوى في الفراغ باحدى الطرق الاتيه. ايه اول طريقه؟ قال لك اول طريقه ثلاث نقاط ليسوا على استقامه واحده. ثلاث نقاط ليسوا على استقامه واحده تحدد مستوى. ثلاث نقاط ليسوا على استقامه واحده تحدد مستوى اهو. دول ثلاث نقاط ليسوا على مستوى واحد. فالنقط الف وب وج ودال اهو، الف وب وج اسف، ليست على استقامه واحده، لذلك تعين مستوى اسمه س، او مستوى اسمه الف ب ج. ده بالنسبه لي اصبح مستوى. تمام. دي الطريقه الاولانيه اللي هي ايه؟ ثلاث نقاط ليسوا على استقامه واحده. الطريقه الثانيه عباره عن مستقيم ونقطه لا تنتمي اليه. مستقيم ونقطه لا تنتمي اليه دي تعين مستوى برضه. مستقيم ونقطه لا تنتمي اليه تعين مستوى. تمام جدا. طيب زي مثلا بص كده في الشكل المقابل، ده مستقيم اهو اسمه ب ج، والنقطه الف دي لا تنتمي للب ج اهو. النقطه الف لا تنتمي للب ج خط مستقيم، لذلك الف والمستقيم ب ج يعينان مستوى اسمه س، او مستوى الف ب ج. يبقى طول تعيين مستوى ايه؟ ثلاث نقاط ليسوا على استقامه واحده، او مستقيم ونقطه لا تنتمي اليه. الطريقه الثانيه مستقيمان متقاطعان. مستقيمان تقاطعوا مع بعض دي تعين برضه مستوى. مستقيمان متقاطعان تعين مستوى اسمه س، او مستوى يطلق عليه الف ب ج. اي طريقه. تمام جدا. كده خدنا كم طريقه يا استاذ تعيين مستوى؟ كده خدنا ثلاثه. اول حاجه ثلاث نقاط ليست على استقامه واحده، مستقيم ونقطه لا تنتمي اليه، او مستقيمان متقاطعان. كلام جميل. نخش على السؤال اللي بعده. مستقيمان متوازيان غير متطابقين او غير منطبقين، ده مستقيم بيوازي مستقيم. الاثنين دول يعينوا ايه؟ مستوى. تمام. يعني بصيت كده تلاقي مستقيم ا ب بيوازي مستقيم ج د، وتقاطعهم بفاي اهو. ا ب بيوازي ج د، تقاطعهم بفاي. اذا المستقيمان ايه؟ يعينان المستوى س. وفي نفس الوقت خد بالك ان المستقيمين دول داخل المستوى س، يبقى هما الاثنين بيوازوا بعض في يجمعوا مستوى واحد، فبالتالي هما يكونوا متوازيان، تقاطعهم بيكون ايه؟ فاي. طيب هنتكلم حاجه اسمها الاوضاع النسبيه للمستقيمين في الفراغ.
يبقى نتكلم عن الاوضاع النسبيه المستقيمات والمستويات في الفراغ. هنتكلم اولا عن الاوضاع النسبيه المستقيمين في الفراغ. بص كده معايا، ركز معايا. لو انا جبت قلمين، بص كده معايا، دول قلمين، القلمين دول مالهم؟ متوازيين. القلمين دول متقاطعين. القلمين دول متخالفين بعاد عن بعض. يبقى تاني، المستقيمين دول مالهم؟ متوازيان. المستقيمان دول متقاطعان. المستقيمان متخالفان. يعني ايه متخالفان؟ هقول لك دلوقتي يعني ايه متخالفان، وهمثل لك تمثيل دقيق جدا. متخالفان، المستقيم ده في مستوى لوحده، والمستقيم ده في مستوى واحد. المستقيم ده والمستقيم ده غير متوازيين ولا متقاطعين ولا يجمعهما مستوى واحد، فده اسمه مستقيمان ايه؟ متخالفان. فالمستقيمان متخالفان مستقيمان لا يتقاطعان لا يتوازيان لا يجمعهما مستوى واحد. يبقى عندنا الاوضاع النسبيه لمستقيمين في الفراغ. اول حاجه مستقيمان متقاطعان، وهو مستقيمان يقعان في نفس المستوى ويشتركان في نقطه واحده. دول مستقيمين هم، شايفهم هم متقاطعين يجمعهما مستوى واحد، وفي نفس الوقت يشتركان في نقطه واحده ويقعان في نفس المستوى. يبقى المستقيمان دول اسمهم ايه؟ مستقيمان متقاطعان. عندنا مستقيمان متوازيان يقعان في نفس المستوى، ماشي، ولا يشتركان في ولا نقطة، ولا يشتركان في أي نقطة يعني، فبالتالي يسمى مستقيمان إيه؟ متوازيان. المستقيمان المتخالفان هما مستقيمان لا يجمعهما أو لا يمكن أن يحتويهما مستوى واحد. يعني بص كده، ده المستقيم لام واحد مستقيم في مستوى، وده في مستوى تاني، فالاثنين لا يجمعهما مستوى واحد، عمرهم ما اتقطعوا ولا يتوازوا اهو. يبقى مستقيمان اسمهم متخالفان، تقاطعهم بفاي ولا يجمعهما مستوى واحد. طب خد بالك، احنا عندنا هنا المستقيمين دول اتقطعوا في نقطه اسمها ايه؟ الف. المستقيمين دول ما اتقطعوش بفاي، المستقيمين دول ما اتقطعوش بفاي، بس الفرق ان هنا يجمعهم مستوى واحد، دول لا يجمعهم مستوى واحد. مش فاهم يا مستر الفكره؟ هقول لك الفكره بالراحه، ركز كويس، ركز معايا بالراحه. هلون لك كده مستقيمين، خد بالك منهم. ادي الف ب ج د. الف شرطه، ب شرطه، ج شرطه، د شرطه. ركز في اللي انا اقول لك عليه. شايف انت المستقيم ده؟ كبر اللون. شوف المستقيم ده كده اهو، ركز معايا. المستقيم ده في مستوى اليمادي، واكيد انت شايف المستقيم ده كده اللي هو الاحمر ده كده في مكان، وده في مكان تاني. الاثنين دول لا يجمعهم مستوى واحد ولا يتقاطعان ولا يتوازيان. كلام جميل. ركز معايا. شايف انت المستقيم ده كده والمستقيم دول متخالفان. شايف انت المستقيم ده والمستقيم اللي هناك ده متخالفان، لانهم ولا يتوازيان ولا يتقاطعان ولا يجمعهم مستوى واحد. كلام جميل. ركز معايا في الحاجات اللي جايه دلوقتي. يبقى المستقيمان متخالفان غير متوازيان وغير متقاطعان لانه لا يجمعهم مستوى واحد. ركز في الاسئله هقولها دلوقتي. بيقول لك ايه؟ عندنا مستقيم لام واحد المستقيم لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي. طيب المستقيم لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي. المستقيم لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي. المستقيم لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي، يبقى ده معناه قد يكون مستقيمان متوازيان أو متخالفان. طب على أساس إيه هحكم؟ هنا في السؤال ده مش محدد. طيب هنا في السؤال اللي معانا قال لك لام واحد تقاطع لام اتنين بفاي، لام واحد ولام اتنين جزئيان من مستوى س، يعني هما الاثنين جوه المستوى س. معناها ايه؟ المستقيمين دول موجودين في مستوى واحد، وده اسمه لام واحد وده اسمه لام اتنين. لام واحد ولام اتنين مش متقاطعين، فده معناه ان لام واحد بيوازي لام اتنين، يعني المستقيمان ايه؟ متوازيين عشان هما الاثنين يجمعوهم مستوى واحد. هنا لام واحد تقاطع لام اتنين، والسؤال لسه ما كملش، وقال لك لام واحد جزء من س ولام اتنين جزء من ص،
يعني ده في مستوى وده في مستوى متقاطعهم بفاي، فده معناه ان لام واحد يخالف لام 2، يبقى اسمهم مستقيمان ايه؟ متخالفان. يبقى المستقيمان المتخالفان مستقيمان لا يتقاطعان لا يتوازيان ولا يجمعهما مستوى واحد. تمام. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا مستر. ممكن تقول لي لو سمحت طرق تعيين مستوى؟ طرق تعيين مستوى لسه حضرتك قالهم لي. كم طريقه؟ انا نسيت يا مستر. لا، اول حاجه 3 نقاط لا يساوي على استقامه واحده، مستقيم ونقطه لا تنتمي اليه. ثالث حاجه مستقيمان متقاطعان. جميل جدا. قلنا عندنا كم حاجه اسمها الاوضاع النسبيه للمستقيمان. عندنا كم طريقه، كم شكل مستقيمين؟ مستقيمان متوازيان، مستقيمان متقاطعان، مستقيمان متخالفان. واضح؟ تمام. نيجي بعد كده نتكلم عن ايه؟ لو عندنا مستقيمين تقاطعهم بفاي، ده يحتمل ايه؟ قال لك ده يحتمل ان المستقيمين دول قد يكونوا متوازيان او متخالفان، يا متوازيان متخالفان. واضح؟ تمام. يبقى لام واحد تقاطع لام 2 بفاي، هقول له اذا المستقيمان لام واحد يوازي لام 2 او لام واحد يخالف لام 2. طيب بص على السؤال ده كده، ركز معايا. جه قال لك لام واحد تقاطع لام 2 بفاي، ولكن لام واحد ولام 2 جزئيان من س، بمعنى انهم متوازيان لانهم ايه؟ تقاطعهم بفاي. جه قال لك لام واحد تقاطع لام 2 بفاي، ولام واحد جزء من س، ولام 2 جزء من ص، مع ذلك ان لام واحد يخالف لام 2. هنتكلم عن الاوضاع النسبيه لمستقيم مع مستوى، يعني القلم ده مع السبوره. شوف كده القلم ده مع السبوره ماله؟ القلم ده مع السبوره يا مستر بيوازي السبوره. طيب هنعتبر ان السبوره دي فيها ثقب كده ودخلنا القلم ده كده، يعني خرج من اليمه الثانيه، فالمستقيم ده كده قاطع للسبوره. طب القلم ده بالنسبه للسبوره يقع بتمامه في السبوره. يبقى انا عندي اهو المستقيم لام بالنسبه للمستوى، المستقيم لام بيوازي المستوى س، فاذا لام تقاطع المستوى س بفاي. تمام. المستقيم هنا يعتبر مر بالسبوره او مر بالمستوى، مر بالمستوى فقطعه في نقطه اسمها ايه؟ الف. فالمستقيم لام يقطع المستوى س في نقطه واحده، فالمستقيم لام تقاطع المستوى س في نقطه اسمها ايه؟ الف. المستقيم لام يقع بتمامه في المستوى، يقع باكمله في المستوى، فالمستقيم لام جزء من المستوى. في الحاله دي لام تقاطع المستوى، المستقيم لام مع المستوى يتقاطعوا فين؟ يتقاطعوا في المستقيم لام. كلام جميل، كلام جميل. ركز في الملاحظه اللي هتقال دلوقتي. اذا اشترك مستقيم ومستوى في اكثر من نقطه، فان المستقيم يقع باكمله داخل المستوى. وانت عندك مستقيم ومستوى اشتركوا في اكثر من نقطه، يبقى يقع باكمله في مستوى. طب اذا تقاطع المستقيم مع مستوى في نقطه واحده، كان المستقيم قاطع للمستوى. اذا تقاطع المستقيم مع المستوى بفاي لم يتقاطع معه، كان مستقيم يوازي المستوى. يبقى كم وضع المستقيم مع المستوى؟ يوازي المستوى. قاطع المستوى يقع باكمله في المستوى. يبقى كده خدنا الاوضاع النسبيه لمستقيم مع مستوى. هنتكلم على الاوضاع النسبيه لمستقيم مستويين في الفراغ. لمستويين في الفراغ، ركز معايا. مستويين يعني جنبين، حطين، خلاص، او حيطه مع سقف، خلاص. هنشوف دلوقتي الكلام ده كله. طيب ركز على، بص معايا كده بالراحه. المستويين دول المستوى الاحمر ده والمستوى الاخضر الاثنين متوازيين، زي السقف والارض، زي الحيطه والحيطه اللي قصادها، زي الحيطه دي والحيطه اللي في ظهرها. فاهم؟ فالمستويين دول مالهم؟ متوازيان. ده كان اول شكل للمستويين. فسين، المستوى س يوازي المستوى ص، لذلك س تقاطع الصاد بايه؟ بفاي، يبقى اسمهم مستويين متوازيان. طيب عندنا مستويان متقاطعان. مستويين متقاطعان ازاي؟ اهو ادي المستوى مثلا س، او ده المستوى ص، ده المستوى ص، وده مستوى اسمه ايه؟ س. فالاثنين اتقطعوا مع بعض في خط مستقيم اسمه لام. اتقطع في خط مستقيم اسمه لام، فالمستوى س ده س وده ص اتقطعوا في خط اسمه لام. مش واضحه معايا بالنسبه لي يا مستر؟ هحاول ارسمها لك كده في شكل ثاني عشان تقدر تفهمها كويس. بص معايا، ده مستوى اسمه س، وده مستوى اسمه ص. الاثنين مع بعض لو بصيت عليهم هتلاقيهم اتقطعوا في الخط ده اهو. ده خط التقاطع بتاع الايه؟ المستويين مع بعض. يبقى المستوى ده مع المستوى ده اتقطعوا في الخط اللي هو الفاصل بينهما، هنسميه لام مثلا ولا حاجه. تمام كده؟ ده اسمه مستويين ايه؟ متقاطعان. ماشي يا جماعه؟ يبقى المستوى مع المستوى يديك ايه؟ خط تقاطع بينهما، او القاطع بينهما، او الخط الواصل بينهما،
يبقى يتقاطعان في خط مستقيم، يتقاطعان في خط مستقيم. تعال نضرب مثال عليها، اضرب مثال. بص معايا بكل بساطه، بكل بساطه خالص. لو انت بصيت على السقف والحته اللي جنبها بتقطع في خط، يبقى ده مستوى وده مستوى اتقطعوا مع بعض فين؟ في خط واصل. زي كده بص كده، ده كشكول اهو، ركز، ده كشكول اهو، شايف الخط اللي في النص ده؟ ده كشكول تاني، دول مستويين متقاطعين اتقطعوا فين؟ في خط مستقيم. تمام. ده كده مثال بسيط لتقاطع مستويين. فالمستوى س والمستوى ص يشتركان في او يتقاطعان في خط مستقيم اسمه ايه؟ لام. يبقى س تقاطع ص في نقطه اسمها ايه؟ لام. طيب ركز معايا كده، المستويان المتطابقان او المنطبقان على بعض، مستويان منطبقان على بعض، المستويان س وص يشتركان في جميع النقاط اسمهم منطبقان على بعض. يشتركان في جميع في جميع النقاط، فاسمهم مستويان منطبقان على بعض، اي ان س تقاطع الصاد يا اما س يا اما صاد. هنا اتقاطعوا بعض في اسمها في نقطه اسمها ايه؟ في نقطه اسمها يبقى يبقى المستويان س وصاد يشتركان او يتقاطعان في خط مستقيم اسمه لام، فلام فس تقاطع الصاد يتقاطعان في خط مستقيم اسمه ايه؟ لام. اما هنا تقاطعهم بفاي، اما هنا تقاطعهم هما الاثنين مع بعض جزئين في بعض يعني، فبيتقاطعوا في السين يا اما بيتقاطعوا في الصاد. الملاحظات دي مهمه جدا، خد بالك منها. إذا اشترك مستويان مختلفان في نقطة فإنهما يشتركان في خط مستقيم يمر بهذه النقطة. يعني إيه يا مستر؟ يعني ده مستوى وده مستوى، اشتركوا في إيه؟ في نقطة. فأكيد هما الاثنين اشتركوا في خط مستقيم يمر بهذه النقطة. تمام. إذا تقاطعت ثلاث مستويات مثنى مثنى فإن مستقيمات تقاطعهما إما متقاطعة أو متوازية. هامة يا شباب، إذا اشترك مستويان مختلفان في نقطة فإنهما يشتركان في خط مستقيم يمر بهذه النقطة. يعني إيه يا أستاذ؟ يعني أنت عندك مستوى وفي مستوى تاني أيا كان شكله أي حاجة اشتركوا في نقطة واحدة، فأكيد هما الاتنين مشتركين في مستقيم يمر هذه النقطة، مثلا زي كده أو زي كده، صح؟ يشتركان في مستقيم يمر هذه النقطة. تمام. الفكرة اللي بعدها، إذا تقاطعت ثلاث مستويات مثنى مثنى كل مستويين اتقاطعوا مع بعض يبقى زي ما احنا شفنا كده، اشترك ثلاث مستويات مثنى مثنى فإن مستقيمات تقاطعهما إما، يعني المستقيمات اللي هيتقاطعوا فيها اللي هو زي مثلا إيه؟ الخط ده كده أو الخط ده كده أو الخط ده كده، شايف الثلاث خطوط دول؟ إما تكون متقاطعة أو متوازية، أو متقاطعة جميعا في نقطة واحدة، يبقى كلهم ممكن يتقاطعوا في نقطة واحدة، أو يكونوا هم أصلا متقاطعين أو متوازيين. دي الفكرة بتاعتنا. إذا اشترك مستقيم ومستوى في أكثر من نقطة فإن المستقيم يقع بتمام داخل المستوى. دي قلناها فعلا. وأنت عندك مستقيم أهو، ده كده مستقيم إيه؟ قطع المستوى. طب ده مستقيم بيعمل إيه؟ بيوازي المستوى. ده كان مستقيم بيعمل إيه؟ يقع بتمام في المستوى. فالمستقيم ده مع المستوى يعتبر قطعه في أكثر من نقطة. يبقى إذا اشترك مستقيم ومستوى في أكثر من نقطة فهنا المستقيم يقع بتمام داخل إيه؟ المستوى. المستقيمان الموازيان لثالث الفراغ متوازيان. يعني ايه الكلام ده؟ بص كده، ركز معايا. ده مستقيم وده مستقيم بيوازوا بعض، وده مستقيم تاني واقف كده. خلاص؟ الثلاث مستقيمان دول هو ده بيوازي، بص كده، ده بيوازي ده وفي نفس الوقت ده بيوازي ده. يعني لام واحد بيوازي لام اتنين، وفي نفس الوقت لام اتنين بتوازي لام تلاته، يبقى لام واحد بتوازي لام اتنين ولام اتنين بتوازي لام تلاته، فده معناه ان لام واحد هتوازي لام تلاته وهتوازي لام اتنين، يعني الثلاث مستقيمات ايه؟ متوازيان. يبقى المستقيمان الموازيان لثالث الفراغ يكونان متوازيان بدون هري كتير. طب اضرب امثله، اضرب امثله اهو يا عم. ده كده بالنسبه لك متوازي اضلاع مثلا، سمي حروفه ألف ب ج د، ألف شرطة ب شرطة ج شرطة د شرطة، أي حاجة يعني د شرطة. طيب تعال نجيب كده شوية مستقيمات متوازية، شوية مستقيمات متوازية بالراحة. مثلا هنلاحظ كده أهي، ده مستقيم بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده، دي كلها اسمها مستقيمات إيه؟ متوازية. طيب مرة برضه نفس الكلام، ممكن المستقيم ده كده بيوازي المستقيم ده كده، بيوازي المستقيم ده كده، بيوازي المستقيم ده كده.
خلاص دي كلها اسمها مستقيمات متوازيه. كلام جميل. طيب اللي بعدها بيقول لك المستقيمات الرأسيه في الفراغ كلها متوازيه زي كده. اي مستقيمات رأسيه فراغ متوازي. لو انت جبت عصي كده وقفتها رشقتها على الارض كده كلها واقفه متعامده فهتكون متوازيه. وليس بالضروره ان تكون المستقيمات الافقيه كلها متوازيه، مش شرط كل المستقيمات الافقيه متوازيه، لكن كل المستقيمات الرأسيه متوازيه. ماشي. اذا تقاطع مستقيمان حاملان قطري الشكل الرباعي في نقطه فان اضلاعه تقع جميعا في مستوى واحد. يعني انت عندك دلوقتي دول قطرين حاملين للايه للشكل الرباعي اتقطعوا في نقطه، فان اكيد طبعا المستقيمان دول او فان في نقطه فان اضلاعه تقع جميعا في مستوى واحد. اكيد اضلاعه بتاعه الشكل الرباعي دي تقع فين؟ في مستوى واحد يجمعهم مستوى ايه؟ مستوى واحد. كلام جميل. تعال نجيب بس كده مثال صغير كده نقدر من خلاله نقدر نجمع الدنيا بالراحه. يقول لك ميم لا تنتمي للمستوى أ ب ج د. ده مستوى اسمه أ ب ج د. ميم دي لا تنتمي للمستوى أ ب ج د. عاوز 4 مستقيمات تمر بالنقطة أ. 4 مستقيمات تمر بالنقطة أ. اخرج من أ ب4 مستقيمات. ادي واحد أ د أ م أ ب. في حاجة تانية؟ ممكن نقول أ ج. تمام. دي 4 مستقيمات تمر بالنقطة م أ. يبقى أ د أ م أ د أ ب أ ج. كلام جميل. طيب تعال بقى نشوف سؤال تاني. عاوز 3 مستويات يبقى أول واحدة الإجابة الأولانية كانت إيه بقى؟ أ د خط مستقيم أو قطعة مستقيمة أيا كان مش فارقة. أ م خط مستقيم. أ د خط مستقيم. أ ج خط مستقيم. المطلوب الثاني عاوز 3 مستويات تمر بنقطة أ. هبدأ أظل الألوان اللي عاوزها. 3 مستويات تمر بنقطة أ. أدي النقطة أ أهي صح؟ عاوزين نظل 3 مستويات. ده مستوى أول أهو. اسمه إيه يا مستر؟ هيبقى المستوى أ م ب. يبقى المستوى الأولاني هيكون المستوى أ م ب. ده المستوى الأول. هنجيب مستوى تاني بلون تاني عشان نقدر نصاب كويس. اللون الأصفر مثلا. عايزين نجيب مستوى تاني من نقطة أ. المستوى اللون الأصفر ده. يبقى المستوى أ ب ج د. يبقى مستوى أ م ب ومستوى أ ب ج د. يبقى احنا قلنا المستوى الأولاني هو الأخضر أ م ب والثاني أ ب ج د. طيب عايزين بقى مستوى كمان. عايزين 3 مستويات. ماشي. في مستوى تاني يمر بالنقطة اللي هو هنا يا شباب. بصوا معايا كده بالراحة. اللون اللي هو اللون الأحمر ده ركز بقى كويس. اللي انا هظلله باللون أحمر أو خليه بلون أسود عشان يبان. ماشي. يلا أهو المستوى ده. المستوى ده اللي هو اسمه أ د م أو أ م د. تمام كده؟ تمام يا باشا. ده كان المستوى اللي تمر بنقطة مين؟ بنقطة أ. طيب نمسح بقى خلاص. نمسح ده. طيب مستقيمات تمر بنقطة أ وب معا. مستقيم يمر بنقطة أ وب معا. أهو أدي واحد. إيه؟ أدي مستقيم أ ب الأول هيمر بمستقيم أ وب معا صح؟ مفيش غيرهم على فكرة. يبقى أ وب معا هو أ ب بس. هو أ ب بس. دي كانت رقم 3. رقم 4 مستويين يمر كل منهما بالنقطتين أ وب معا. طيب اطلع بكده بالراحة من المستوى. المستوى اللي يمر بأ وب معا ده كده. اللي في الأرض ده. المستوى اللي في الأرض. ماشي؟ اللي هو اسمه إيه بقى؟ أ ب ج د. مستوى تاني اللي هو لونه أصفر ده كده اللي احنا ظللنا في الجنب التاني أصفر أهو.
المستوى ده كده اللي هو اسمه ايه؟ ألف ب م. ألف ب م ده مستوى. في تاني؟ ما اظنش في تاني. خلاص حلو. تعال نشوف سؤال تاني. 4 مستويات تمر بنقطة م. 4 مستويات تمر بنقطة م في السريع اهو. 4 مستويات تمر بالنقطة م. يلا يا عم الحاج. اخرج من م مستوى. م ألف ب ده مستوى. م ب ج مستوى. م ج د مستوى. م ألف د مستوى. تمام. طيب عدد مستويات تحدد سطح المجسم في الشكل. طبعا عدد المستويات تحدد سطح المجسم. اولا انت عندك 4 مستويات اللي هم واقفين دول، هم م أ ب م ب د ج م ج د. خلاص. م أ د اللي في الظهر والارضيه. يبقى اذا عدد المستويات تحدد سطح المجسم هيكون 5 مستويات. خلاص. ده بالمناسبه يا جماعه هسميه بعد كده ان شاء الله اسمه هرم رباعي ان شاء الله باذن الله. يلا. في الشكل المقابل بيقول لي المستوى س تقاطع المستوى ص. المستوى س فين والمستوى ص فين؟ اتقاطعوا فين؟ هيتقاطعوا في المستقيم ل. يبقى تقاطعوا في المستقيم ل. حلو. اختر الاجابه الصحيحه. ركز بقى في الاختر دي كويس. المستوى ا ب ج. مستوى ا ب ج ده مستوى اسمه ا ب ج اهو. تقاطع المستوى س. المستوى ا ب ج مع المستوى س بيتقاطعوا في ايه؟ في المستقيم ا ب. يبقى مستوى ا ب ج ده مع المستوى س بيتقاطعوا في الايه؟ في المستقيم ا ب. تمام. ماشي. هل ب ج؟ لا، ب ج ده في مكان تاني. طب هل ج أ؟ برضه لا. طب هل نقطة ب؟ ما ينفعش مستويين يتقاطعوا في نقطة. طيب المستوى أ ب ج تقاطع المستوى ص. المستوى أ ب ج تقاطع المستوى ص. المستوى اليمادي ده كده أهو مع المستوى ص هيتقاطع في ب ج. ب ج خط مستقيم. طبعا مش ج أ ولا أ ب ولا النقطة ب. تمام. المستوى أ ب ج تقاطع المستوى س تقاطع المستوى ص. هنا هيتقاطعوا فين؟ الثلاث مستويات مع بعض قطعوا في نقطة. مستوى أ ب ج تقاطع المستوى س تقاطع المستوى ص قطعوا في نقطة اسمها إيه؟ ب. طب هنا في الحالة دي هتكون قطعوا في نقطة اسمها إيه؟ ب هي شوية. تمام. دي كانت الفكرة اللي معانا. طيب تعال نشوف مع بعض كده شوية أفكار. جميع حالات الآتية تعاني المستوى. قول لي كده طرق تعيين المستوى. أنت قلت لي 3 يا مستر. مستقيم 3 نقط لازم على صفحة واحدة. مستقيم ونقطة تنتمي إليه. مستقيمان متقاطعان. بيقول لك مستقيما ونقطة تنتمي إليه دي تعين مستوى. هو بيقول لك عاوز واحدة ما تعينش مستوى. مستقيمان متوازيان مختلفين متقاطعين ومتخالفين. متخالفين دي ما تعينش مستوى. دي تنفع. متوازيان مختلفين متقاطعين تنفع. عدد المستويات تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. الإجابة بتاعتنا هتكون إيه؟ 1 لأن شرحناها أهو. أدي 3 نقاط على استقامة واحدة بتمر بهم إيه؟ مستوى واحد بس. إذا كان أ ب بيوازن مستوى س ده مستوى اسمه س وأ ب بيوازيه فأكيد أ ب تقاطع س هيكون بإيه؟ بفاي. ماشي يا حبايبي؟ نركز بقى عشان الحتة دي مهمة جدا. طبعا احنا عارفين ان لو انت عندك أ وب وج بيعينوا مستوى. انت خدت حاجة اسمها زمان في متباينة المثلث. متباينة المثلث تقول لك ان مجموع أي ضلعين لازم تكون أكبر من الضلع الثالث. دي قاعدة. مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث. فطبعا الأبعاد مش متساوية مش شرط. مجموع الضلعين بيساوي الضلع الثالث مستحيل. أ ب زائد ب ج أكبر من الضلع الثالث صح. مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع الثالث دي غلط. تمام. أقل عدد من المستويات تحدد مجسم. أقل مجسم يا شباب هو الهرم الثلاثي. ده أقل مجسم عندنا في المنهج اسمه الهرم الثلاثي. يتعين من كام مستوى؟ يتعين من 4 مستويات. اللي هو فين يا أستاذ؟ اللي هو ده مستوى. ده 1. ده كده 2. المستوى الثاني. الظهر 3. الأرضية 4. يبقى 4 مستويات. 4 مستويات اللي هو الهرم الثلاثي فقط. يبقى يا جماعة أقل عدد المستويات تحدد مجسم هم 4 مستويات. عدد المستويات التي تحمل أوجه الهرم الخماسي. لو أنت جيت رسمت هرم خماسي قاعدته على شكل خماسي 1 2 3 4 5 وجينا عاوزين نعرف عدد المستويات تحملهم. أدي وجه أول وجه ثاني وجه ثالث وجه رابع وجه خامس والقاعدة 6. يبقى 6 مستويات. يبقى أنت دايما لو جه قال لك عدد المستويات تحمل أوجه الهرم الثلاثي كده أنت معاك كم وجه كم جانب؟ 3 جوانب وأرضية يبقى 4.
عدد المستويات تحمل أوجه الهرم الرباعي معايا 4 جوانب وأرضية 5. عدد المستويات تحمل الهرم الخماسي معايا 5 جوانب وأرضية ب6. في الشكل المقابل المستوى أ ب د، المستوى أ ب د، أ ب د اللي هو متظلل باللون. في الشكل المقابل لمستوى أ ب د تقاطع المستوى م ج د. هظلل بس المستويين كده بالراحة. أ ب د أهو، تقاطع المستوى م ج د اللي هو م ج د اللون التاني ده م ج د. تمام. بيتقطع فين؟ المفروض ان هو يتقطع في نقطة اسمها د، بس مفيش حاجة اسمها مستوى يتقطع في نقطة. هتعمل ايه بقى؟ هتروح جايب الخط الحامل للنقطة د. ينفع د ج؟ تمام. هل ينفع أ د؟ لو في أ د في اختيارات خدها، هو ينفع يا إما د ج يا إما أ د يا إما ن د. الحامل لد، إيه الحامل لد؟ يعني الخط اللي هو الكامل بيه د، يا إما د ج وده موجود في الاختيارات أهو، يا إما أ د مش موجود في الاختيارات، يا إما م د ومش موجود في الاختيارات. صح كده؟ تمام، حلو أوي. ناخد السؤال اللي بعده. المستوى أ شرطة ب، المستوى أ شرطة ب، المستوى ده مع المستوى اسمه ايه؟ أ شرطة ج شرطة ب، أ شرطة ج شرطة ده كده. ماشي. بيتقطع فين؟ اتقطع في نقطة اسمها أ، والنقطة اسمها أ شرطة ديت. الأ شرطة دي ايه اللي حامل ليها؟ يا إما أ شرطة، يا إما أ شرطة د شرطة، يا إما أ شرطة ب شرطة. أي مستقيم من دول ينفعوا. فأ شرطة موجودة في اختيارات. هل في أ شرطة ب شرطة؟ لا. طب هل شرطة د شرطة؟ يبقى الإجابة بتاعتنا أ شرطة. يكون المستقيمان متخالفان إذا كان غير متوازيان؟ غير متقاطعان؟ غير منطبقان؟ لا يجمعهما مستوى واحد. يبقى إذا كان غير يجمعهما مستوى واحد، هو مش شرط كافي بس يعني إيه ينفع، يعني يبقى غير متوازيين ولا يجمعهما مستوى واحد، ماشي كده. لكن غير متقاطعين وغير متقاطعين تنفع، غير منطبقين دي ما تنفعش، فهي تنفع الثلاث إجابات بس هي الأشمل هتبقى كل لا يجمعهما مستوى واحد. عدد المستويات التي تمر بمستقيمين متوازيين مختلفين. عندنا مستويين، قصدي مستقيمين متوازيين اهم. كم مستوى مر بيهم؟ هو مستوى واحد فقط، مش محتاجه كلام. اي الجمل الاتيه غير صحيحه. اي مستقيمين مختلفين متوازيين يعين مستوى؟ فعلا اي مستقيمين مختلفين متوازيين يعين مستوى. كل مستقيمين متقاطعين يشتركان في نقطه واحده؟ نعم. المستقيمين المتخالفين لا يجمعهما مستوى واحد؟ برضه صح. اي ثلاث نقاط ليست على استقامه واحده تعين مستوى واحد على الاقل؟ هي بتعين مستوى واحد بس مش على الاقل دي، ماشي. اي الجمل الاتيه غير صحيحه. اي نقطتين في الفراغ يمر بمستوى واحد؟ نقطتين في الفراغ كده يمر بمستوى واحد؟ مستحيل. ادي مستوى، ممكن مستوى بالشكل ده، ممكن مستوى بالشكل ده، المهم يمر بمع عدد لا نهائي من المستويات، فدي غلط. اي ثلاث نقاط ليست على استقامه واحده تعين مستوى الفراغ؟ دي صح، تمام. دروس مثلث تعين مستوى؟ دي صح. كل مستقيمين متقاطعين يعين مستوى واحد فقط؟ تمام صح. ينطبق المستويان إذا اشتركا في نقطة واحدة ولا ثلاث نقاط على استقامة واحدة؟ ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. نقطتين؟ لا، ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة، دي ينطبق المستويين. المستقيمات الرأسية المختلفة في الفراغ تكون دايما متوازية. أيما المستقيمات الرأسية في الفراغ تكون متوازية. يعني إيه؟ أدي مستوى أهو، ده مستقيم رأسي، ده مستقيم رأسي، ده مستقيم رأسي، كلها متوازية، ماشي تمام. المستويان غير المتوازيان يتقاطعان في خط مستقيم. يبقى دايما المستويان يتقاطعان فين؟ في خط مستقيم، تمام. يبقى المستويان غير المتوازيان يتقاطعان في خط مستقيم. إذا كان المستقيم لام بيوازي المستوى س، ده مستوى اسمه س وده لام بيوازيه، وكانت وألف دي تنتمي لس، ألف تنتمي لس، فإن لام تقاطع المستوى س بيبقى فاي، متقاطعهم بفاي. ليه؟ لأن المستقيم لام بيوازي المستوى س فتقاطعه معاه بإيه؟ بفاي. أي ثلاث نقاط ليس على استقامة واحد تعين مستوى واحد، تمام. في الشكل المقابل س تقاطع المستوى ص، المستوى س تقاطع المستوى ص بيتقطع في المستقيم لام.
يعني دايما مستقيم تقاطع أنا آسف، المستوى س تقاطع المستوى ص قطعان في المستقيم لام، دايما مستوى تقاطع مستوى يديك مستقيم على طول. بيقول لك إذا كان المستقيم لام جزء من مستوى س، المستقيم لام جزء من س، ده لام أهو جزء من س، وألف تنتمي لس، وادي ألف تنتمي لس، فإن لام تقاطع المستوى س، المستقيم لام تقاطع المستوى س هيتقاطع مع في لام، لأن لام جزء من مستوى س، فلام تقاطع السين يديك المستقيم لام على طول، مش محتاجة كلام. لام واحد ولام اتنين مستقيمان متخالفان فتقاطعهم بفاي. سؤال 25 بيقول لك المستقيم أ ب جزء من س، ده مستقيم اسمه إيه؟ أو مستوى س أهو، وادي أ ب أهو، وعندنا ج د بيوازي مستوى س، ده ج د أهو بيوازي مستوى س، ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده، صح؟ ج د دي بيوازي مستوى س، هو ممكن يكون بيوازي أ ب، وفي نفس الوقت ممكن يكون يخالف أ ب، فينفع يكون يوازي ويخالف، فالإجابة هتكون متوازيان أو متخالفان. يبقى المستقيم أ ب جزئي من مستوى س، وج د بيوازي المستوى س، في الحالة دي إن ج د قد تكون بتوازي أ ب أو تخالف أ ب. س وص مستويان متوازيان، آسف س وص مستويان، بحيث إن س تقاطع ص بفا يبقى كده المستويان إيه؟ متوازيين. م نقطة لا تنتمي للمستوى الذي يضم أ وب وج، ده مستوى أو مستقيم مستوى اسمه أ ب ج، م ده لا تنتمي لإيه؟ للمستوى ده، فإن م ألف، م ألف ماله؟ يقع بأكمله داخل المستوى، يقطع المستوى في نقطة، يقطع المستوى في نقطتين، يوازي المستوى، لا يقطع المستوى في نقطة، مش محتاج كلام. أدي م ألف لو احنا رسمناها بشكل أفضل، أنت واضحة ليك، أدي ألف ب ج وأدي م، نقطة لا تنتمي ليه. إيه النقطة دي؟ الميم ألف ده بيقطع المستوى فين؟ في ألف أهي، تمام. عندنا ألف ب ج د، ألف شرطة ب شرطة ج شرطة د شرطة، متوازي مستطيلات. ألف ب ج د ألف شرطة ب شرطة ج شرطة د شرطة. يقول لك كم مستقيما يحمل حرفا من أحرف الشكل يكون مخالفا لمستقيم أ ب؟ طيب المستقيم أ ب فين؟ المستقيم أ ب أهو. عايزين حروف كم مستقيما يحمل حرفا من أحرف الشكل يكون مخالفا لمستقيم أ ب. طبعا ده مخالف لأ ب، وده مخالف لأ ب، وده مخالف لأ ب، لأنه لا يوازيه ولا بيقطعه. طيب كده 1 2 3. إيه تاني؟ ده كده مخالف لأ ب، لكن ده بيوازيه، لأن ده بيوازي ده بيوازي ده بيوازي ده. طيب ينفع ناخد إيه تاني؟ ده قاطع ده قاطع، ده بيوازيه ده بيوازيه، ده قطعه. تمام، يبقى كام واحد دلوقتي؟ 1 2 3 4 4. ورجعنا لكم يا جماعه هنكمل مع بعض ان شاء الله بقيه الافكار بتاعت اختر، ونخش مع بعض يا جماعه على سؤال جديد، ينطبق المستويين اذا اشتركا فين؟ عشان ينطبق مستويين على بعض لازم نكون مشتركين اقل حاجه في ثلاث نقاط على سكه واحده، يكونوا مشتركين فين؟ في مستوى واحد يعني. إذا اشترك مستقيم ومستوى في نقطتين، اشترك مستقيم ومستوى في نقطتين، فإن مستقيم يقع بالتمام في مستوى. ليه؟ أنت عندك موضع مستقيم مع مستوى، موضع مستقيم مع مستوى، إما مستقيم يوازي المستوى، في الحالة دي المستقيم مش هيشترك مع المستوى في أي نقطة، أو المستقيم يكون قاطع للمستوى، في الحالة دي يشترك في نقطة واحدة، أو المستقيم يشترك مع المستوى في نقطتين أو أكثر، فبالتالي بيكون مستقيم داخل المستوى، فالحالة دي نقول المستقيم يقع بإيه؟ بأكمله داخل المستوى. الأوضاع النسبية لزوج من المستقيمات في المستوى الواحد هي كل ما يلي مع ده. مستقيمان متوازيان موجودين في مستوى واحد، متقاطعان موجودين في مستوى واحد، منطبقان موجودين في مستوى واحد، أما متخالفان لا، ما ينفعوش يكونوا في مستوى واحد. السؤال اللي بعده نركز فيه مع بعض، أي الجمل الآتية غير صحيحة؟ الجمل دي مش صحيحة. إيه؟ بص معايا، أولا المستقيم لام ده هو جزء من مستوى س، صح. النقطة أ تنتمي للمستقيم لام، مظبوطة، وفي نفس الوقت تنتمي للمستوى، صح. النقطة ج لا تنتمي للمستقيم لام، تمام، والنقطة ج تنتمي للمستوى س أو جوه المستوى س. تاني، المستقيم ده لام فين؟ في قلب المستوى س. النقطة أ فين؟ تقع على المستقيم. النقطة ج تقع داخل المستوى ولا تقع على المستقيم. اقرأ معايا، أي الجمل الآتية غير صحيحة؟ لام جزء من مستوى س، المستقيم لام جزء من مستوى س، فالإجابة دي صحيحة بدون كلام.
ألف تنتمي للمستقيم لام، ألف تنتمي للمستقيم لام، ولا تنتمي لمستوى س، غلط. ألف تنتمي للمستقيم لام، وبالتالي هي أصلا جوه س، لأن لام هو جوه س أساسا، فالإجابة دي غلط ما تنفعش. تمام. ج تنتمي لمستوى س ولا تنتمي للمستقيم لام، ج تنتمي لمستوى س، هو طبعا الإجابة دي صحيحة يا شباب، دي صحيحة ماشي. ج تنتمي لمستوى س ولا تنتمي للمستقيم لام، فعلا الجيم جوه س ولا مش موجودة في اللام، يبقى الإجابة دي برضه صحيحة. احنا اصلا جبنا الاجابه بس انا باكد على الكلام بتاعي. الالف جيم، الالف جيم ماله بقى؟ تقاطع المستوى مستقيم لام في الف، فعلا الالف جيم مع المستقيم لام قطع نقطه اسمها ايه؟ الف، برضه الاجابه الصحيحه. يبقى الخطا هي الاجابه رقم ب. بقول لك المستوى الف ب شرط الف شرط، الف ب شرط الف شرط، اللي هو مستقيم المستوى ده انا مظلله ده ماشي. ماله يا مستر؟ تقاطع المستوى ب ج ج شرطه ب شرطه، تقاطع المستوى ب تقاطع المستوى ب ج ج شرطه ب شرطه، اللي هو المستوى ده. اهو المستوى اللي انا مظلله اللون الاخضر ده يا جماعه ماشي، تقاطع المستوى اللي هناك ده. تعال نشوف مع بعض المستقيمين دول بيتقاطعوا فين. دايما مستوى، عمال اقول مستقيمين هم اصلا مستويين، المستويين دول بيتقاطعوا فين؟ دايما المستوى مع المستوى بيتقاطع في خط مستقيم، الخط المستقيم بالنسبه لنا هو ده، اللي هو ده اسمه ايه؟ ب شرطه، بدون كلام كتير. في نفس الرسمه، في نفس الرسمه يبقى نمسح اللي احنا عملناه ده كله ما نتلخبطش. كمل. المستوى ا ب ج، المستوى ا ب ج نظلله باللون الاخضر، بس نقلل اللون شويه عشان اللون بتاعنا كبير شويه كده اهو. المستوى ا ب ج، المستوى ا ب ج ده اللي هو تحت ده اهو. ركز بقى كويس المستوى ده، ركز فيه مع بعض كويس. ماله؟ تقاطع، تقاطع مين؟ قال لك تقاطع المستوى ا شرطه ب شرطه ج شرطه، ا شرطه او ا شرطه ب شرطه ج شرطه. فين ا شرطه ب شرطه ج شرطه ده بقى؟ اللي هو المستوى اللي فوق. يتقطع فين؟ لان اصلا مش متقاطعين لانهم مستويين متوازيان، متوازيين تقاطعهم بفاي، هو التقاطع بفاي مش تقاطع اصلا مستر ماشي. ثالثا المستقيم ا ج، المستقيم ا ج، فين المستقيم ا ج؟ المستقيم ا ج اللي هو ده. ماله؟ تقاطع المستقيم ا شرطه ج شرطه، ا شرطه ج شرطه، مش هتقاطعوا اصلا يا مستر ليه؟ لانهم متوازيان تقاطعهم بفاي. فين الاجابه؟ تقاطع ا لا، ج شرطه لا. طب هو نفس تقاطع ا شرطه ب شرطه، فين ا شرطه؟ ا شرطه ب شرطه، دول مالهم متوازيان فعلا، يبقى دول تقاطع دول بفاي وده برضه تقاطع دول بفاي، فاذا ده بيساوي ده صح. تمام. وبكده يا جماعه نكون خلصنا الحمد لله الفيديو بالكامل كده، خلصنا المستقيمات والمستويات وحل تمارين عليهم. ان شاء الله تزورنا فيديوهات جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.